السلام عليكم. إذا أول مرة تشوفنا لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيه وتخلي إشعارات على الكل حتى يوصلك أي شيء جديد. أشكركم من القلب على كل الدعم اللي تقدموه، تعليقاتكم حلوة وحضارية ومثقفة، لايكاتكم تخبر، مشاركتكم للمقاطع أيضا كلش حلو، نورتوني وشرفتوا القناة. إذا أول مرة تشوفنا لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي إشعارات على الكل حتى يوصلك أي شيء جديد وتصير جزء من هاي العائلة. خلينا نبلش بحلقة اليوم. طبعا بعد اسد النجف اللي اخذ حقه من السخرية الكلش كبيرة، وقالوا انه على اساس كلف بذاك الوقت ميزانية الحكومة 75 مليون دينار عراقي، وبعدين نفت بلدية النجف. الاسد كان شكله كلش يضحك، وحقيقة سوى سخرية كلش كبيرة. لكن اليوم نعود ايضا تمثال ثاني لفيل باللون الاخضر، وايضا ارنب باللون الاخضر في كربلاء، مما اخذ حقه كلش كبير اليوم تحديدا على سخرية كلش واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. تحشيش اشتغلوا طبعا العراقيين اكس ومربع، ما عندهم غير هذا الموضوع. قال الفيل وحكى الفيل، ناس تقول 100 مليون، ناس تقول 50 مليون، ناس تقول 250 مليون كلف بلدية كربلاء. وحقيقة اكو ناس قالوا على اساس انه اذا شفتوا ظهر لكم الفيل الاخضر فانها نهاية العالم، والله على ما اقول شهيد. يعني حششوا عليه بشكل مو طبيعي. لكن الحقيقة اللي لازم وعرفناها ولازم ننوهها، حقيقة هذا الفيل انه هذا الفيل والارنب من عمل موظف بسيط بلدية كربلاء بصفة عامل خدمة، ولديه خبرة وامكانيات، وذو عمل بالديكورات والنافورات والأجسام بأنواعها، وبمجهود ذاتي دون صرف. والمواد اغلبها مواد مستهلكه، حديد وشيش وخشب الى اخره، وليس من جهه حكوميه كما ادعى البعض وكما نشر من بعض البيجات. فالحقيقه انه هذا شغل ذاتي من احد الموظفين اللي شفتوا صورته انتم، ليس انه مكلف الدوله شيء. ولكن السخريه والاكس المربع استلمت الناس حاله من حال الاسد. اكتب لي بالتعليقات شو رأيك بهذا المجسم الرهيب والخرافي اللي سوى ضجة مو طبيعية، الفيل الأخضر. يعني حقيقة أخذ حقه من السخرية كلش. اكتب لي رأيك بالتعليقات بشكل حضاري، نتناقش أنا وياكم على هذا المجسم الرهيب. يجي نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة، ربي يحفظكم يا أجمل المتابعين يا أحلى مميزين. نشوفكم فيديو ثاني، حتى ذلك الحين مع السلامة.